عايزة اوريكم حبة حاجات جبتها وطلعت خطيرة، فقلت لازم اقول لكم عليها. اول حاجة جبت الكبة التحفة دي من شركة هوساكي، وهي شركة من مجموعة شركات قادوس. عايزة اقول لكم عندهم خبرة اكتر من 43 سنة في السوق، كل منتجاتهم معروفة، وعايزة اقول لكم تحفة. بعد تجربة المنتجات بتاعتهم وكذا منتج، اقدر اقول لكم وارشحه لكم يعني جدارة يعني. تمام. اول حاجة خالص الكبة دي في منها مقاسات كتير. الكبة دي اللي انا جبتها اللي هي 3 لتر. تعالوا بقى اوريكم الجمال. طبعا البادي بتاعها ستانلس، ودي احلى حاجة، مقاوم للصدأ طبعا، يعني عشان ايه مش عايزين حاجة تصدي معانا. طبعا الموتور بتاعنا في الدراع هنا ليها كذا سرعة ومعاها كذا ملحق، هوريها لكم. طبعا شايفين كمان السكاكين بتاعتها تحفة، وطبعا دول بيتفكوا. استنوا بس بالراحة وانتوا بتفكوهم، عشان ايه ما تتعوروش، عشان حادين جدا. طبعا انتوا ممكن تستخدموا بقى واحدة 2 على حسب كمية الحاجة اللي انتوا هتفرموها. تعالوا نشوف. هنركب دي كمان. شايفين؟ فالفرم بتاعها خطير. الساعة بتاعتها حلوة على فكرة، مش قليلة. 3 لتر دي حلوة جدا جدا جدا. وجاي معاها كمان ملحقين، وهم ايه؟ دي بتاعة البطاطس البيوري او خفق البيض او اي حاجة عايزين تقلبوها بسرعة. وطبعا القشارة بتاعة التوم. وعايزة اقول لكم تحفة الاتنين. تعالوا بقى اجربها لكم عملي دلوقتي واحنا مع بعض حالا. اول اختبار هنختبرها فيه هو ايه؟ البصل. انا طبعا جربتها قبل كده، يعني انا عارفه ومجربه قبل كده. البصل، شايفين كميه البصل؟ ده كيلو بصل ماشي، وعادي يعني متقطع زي ما انتم مقطعينه، مقطعاه هربع يعني. تمام. نعمل ايه بقى؟ طبعا عايزه اقول لكم الغطا بتاعها اصلا فيه اللي هو الجزء الرابر ده، عشان مفيش اي حاجه تطلع بره ومفيش حاجه تتسرب ولا اي كلام. وعايزه اقول لكم الدراع فيها حلوه قوي، ان انتوا تقدروا تمسكوه بسهوله. وزي ما قلت لكم في 3 سرعات. هنجرب مع بعض اهو هوريكم. تعالوا نشوف. بصوا، اولا في النبضات ماشي، وفي اللي هي السرعه دي السرعه الاولى، ودي السرعه الثانيه اقوى شويه. وطبعا في ده، وفي ده للخفق. تمام. تعالوا اوريكم بقى، اتفرجوا معايا. هننزل كل كمية البصل اللي احنا فرمناها. تمام. وهاخد منها اللي انا عايزاه، هقول لكم هنستخدمه في ايه دلوقتي، والباقي هعينه في الفريزر زي ما انا متعوده بالظبط، وبيفضل معايا مده طويله جدا. تعالوا بقى نكمل الاختبار بتاعنا واوريكم هنفرم فيها ايه. انا هنا عادي مش فارق معايا البصل، فعشان كده ما نزلتش الباقي، عشان كده هحتاج البصل اصلا. فعادي مكان البصل هحط شرايح فراخ كده، عشان ايه؟ نفرمها. وعموما انا بحب اشتري انا الفراخ وايه افرمها في البيت، ما بحبش اشتريها مفرومه. نرجع لمرجعنا. انا عايزه اقول لكم كمان القوه بتاعتها 800 واط، فانتم متخيلين هي قويه ازاي. انا هوريكم دلوقتي وهتعرفوا كويس قوي انا بتكلم على ايه. شايفين؟ اظن واضح.
شايفين الفراخ بقت عامله ازاي؟ نجيب معلقه عشان اوريكم الفراخ. هو ده اللي انا محتاجاه، فراخ مفرومه ناعم، نفس الفرمه اللي انا بحبها، من غير اي مجهود ولا اي تعب. طبعا انا ما اقدرش اشوف كاتل ازاز وما اجيبوش، فيعني عايزه اقول لكم الكاتل ده تحفه برضو من هوساكي، 1500 واط، وكمان هو ازاز نفسه. انا هوريه لكم، والسعه بتاعته 2.2 لتر. شايفين المنظر؟ شايفين الفينش والازاز بتاعه تحفه. كمان البلاستيك بتاعه قوي وشكله شيك قوي قوي قوي، وفي منه الوان كمان. انا بحب الاسود بصراحه، فايه لازم اجيب الاسود. طبعا في لمبه عشان تبقى تبين لي وقت التشغيل ان هو موجود بيسخن يعني ولا خلص تسخين. هنحط ميه وهجربه معاكم. كفايه الحبه دول، عشان ايه؟ ما بحبش ان انا اغلي ميه كتير وارجع ان انا افضيها او مستخدمهاش. دي حاجه، اولا استهلاك للكهرباء كتير، تاني حاجه غلط ان احنا نغلي الميه كل شويه، فانا بحط على قد الاستهلاك بتاعي بس. شايفين؟ بس هو طبعا ياخد لغايه 2.2 لتر. اوكي، شايفين كده؟ الميه اول ما تغلي، يعني هوقف بس لغايه ما الميه تغلي واوريكم. شايفين؟ ما خدش اي وقت حرفيا. طبعا اول ما يخلص هيقفل عادي زي اي حاجه احنا عارفينها. يعني انا بوريكم بس الكواليتي بتاعت الحاجه والحجم وكل الكلام ده، فاهمين قصدي؟ المناسبة السعيدة دي، وبما اننا سخنا المية خلاص، انا ايه هعمل حاجة نشربها، حاجة اشربها عشان اوريكم قد ايه يعني تحفة. انا بحب قوي الكاتل لما يبقى ازاز، بحسه شيك قوي كده، وبيبقى منظر المية وهي بتغلي قدامك كده بتبقى حاجة ساتسفاينج قوي. وحاجه كمان انا معرفش انتوا تعرفوها عني ولا لا، بس انا بحب احط اللبن ساقع على طول زي ما انتوا شايفين كده، وما بسخنوش على فكره، انا بحب اشربه ساقع. تمام؟ يعني ايه، ما هو الساقع قوي ما هو السخن قوي. بس خلصنا. اوريكم بقى الوحش الجميل اللي معايا ده، بجد بجد تحفه تحفه تحفه، كلمه قليله عليه. زي ما انتم شايفين كده، انا جبت الهاند ميكسر اللي هو 400 واط من هوساكي. برضو عايزه اقول لكم بجد كل المنتجات بتاعتهم خطيره. انا جربت 3 منتجات من عندهم لغايه دلوقتي، وعايزه اقول لكم ال3 احلى من بعض. هو 400 واط، ليه 5 سرعات، وكمان معاه مضربين، واحد للبيض والخفق وكريم شانتيه والحاجات دي، وواحد كمان للعجن والكيكات او العجينات اللي هي الخفيفه او حتى التقيله. عايزه اقول لكم تحفه. واحلى حاجه فيه بقى ايه؟ انا هجيبها لكم واقول لكم قدامكم. استنوا، تعالوا نرجع دوره كده شويه. استنوا اظبطه لكم كده عشان ايه تشوفوا كويس. اظن شايفين اول حاجه هو ازاي بيلزق في الرخامه عشان ما يتحركش معانا وما يتهزش. اول حاجه فيه وهي عجبتني جدا ان السعه بتاعته كبيره جدا. يعني هو مكتوب ان هو 4 لتر، بس انا عايزه اقول لكم ان هو حجمه كبير وحلو قوي. هنا جايه اوريه لكم كده من قريب اكتر. احلى حاجه بقى فيه كمان ان احنا نقدر ان احنا نفصل الدراع عن العجان نفسه اللي من تحت، الجزء الداخلي التحتاني السفلي ده. شوفوا، اول حاجه ان احنا ايه بينفع طبعا ايه
هنرفعه عشان نشيل البوله بتاعه العجن بتاعتي. عايزه اقول لكم كمان البوله دي بتلف 360 درجه، يعني بتلف مع الاستخدام. ماشي. لما نيجي بقى عايزين نفصل الدراع ده، عايزين نستخدمه كمضرب بيض لوحده، احنا اللي نستخدمه مع اي بوله تانية في اي بوله تانية او في اي حاجه. في هنا زرار كده نضغط عليه ونشيل المضرب بتاعنا. عايزه اقول لكم شايفين؟ وهنا في زرار كده عشان نغير الاسلحه بتاعته، ده بتاع الخفق بتاع البيض. انا عايزه اوريكم الاول السرعات بتاعته. في 5 سرعات. استنى نحط الفيشه. بصوا وفي كمان اللي هي البلس نبضات، يعني الزرار كده لما ازقه لقدام شايفين؟ في اللي هو النبضات. عايزين نغير السلاح بتاعه، الدراعات بتاعته، الزرار ده هنضغط عليه. خلاص الدراعات دي خلاص اتشالت. هنجيب الدراعين التانيين بتوع العجن اهو. تركيبهم سهل جدا ونظافتهم اسهل، يعني عايزه اقول لكم تحفه. عايزه اوريكم كمان، استنوا نغير الاسلحه. عايزه اوريكم كمان وهو شغال وازاي بيلف معايا. تركيبه كمان سهل جدا، يا دوب احنا بنحطه بس خلاص هو كده ركب معايا. تعالوا اوريكم بقى هنا دي بتلف ازاي. بصوا طبعا دي اهي بتلف معايا. كنت عايزه اقول لكم كمان كل بقى اما تحطوا فيها حاجات كل ما هتلف احسن. عايزه اقول لكم كمان ايه، انا قلت كمان كتير قوي، يعني انا عارفه ان انا قلت كمان كتير قوي. تنظيفها سهل جدا. وهنا دي كمان اهي. فعايزه اقول لكم ان هو خطير.